هيتلغي. هو قال لك تمام. كده؟ قال لي كده وخلاص. وهو اقول لك على حاجه يا عمرو، انا مش ماليش اي مصلحه في اي حاجه اقول غير كلامه. يعني هو اللي كان هيقول لي ما جاتش في ايدي هقولها، وخبر مهم برضه. لو قال لي جت في ايدي خبر مهم برضه، يعني في كل الاحوال هو خبر مهم وثابت. فبالتالي قلناها على الهواء. راح هو بعت لي قال لي انا حصل لي هجوم كبير جماهيري، كنت وضحت ان انا قلت هي جت في ايدي بس دخل الجون. المهم كتب بعد كده اتويت. لا دقيقة واحدة. مم. هو دلوقتي انت قلت على الهوا، انا شفتك وانت بتقول، بعد تمام. ما خلصت هو كلمك؟ كلمني بعد ما قلنا الخبر. انت عارف يا استاذ عمرو في خلال 10 دقائق بالظبط الخبر كان لف في مصر. ايوه طبعا، ده فبع... مهم جدا. هو لمسها ولا ما فبعت لي لمسهاش؟ فويس ده مسج. ما نمتش انا غير لما اطمنت الحمد لله انه الاهلي واحنا بيكسب ماتشاته بالعدل وبالحق، لا واحنا ما او نمناش برضه بيتعادل يومها. يعني في ماتشاته بالعدل والحق. بص يا استاذ عمرو احنا برضه ما نمناش، لان احنا برضه اكيد مصداقيتنا ايوه مهمه، واكيد بعد ما عايزين مصداقيه. قلته ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو بعت لي قال لي ان هو حصل عليه هجوم كبير، وكان الكلام اتقال واتحرف ومش عارف. قلت له لا مفيش كلام اتحرف، اللي انت قلته احنا قلناه. قال لي الجمهور هو بيقول. دقيقة واحدة، هو قال اه لك ان انت حرفت كلامه؟ لا مش انا، هو بيقول الناس خدت على السوشيال ميديا بتقول على لسانه ان هو قال ان الكوره مش جول، ان الكوره المفروض تتلغي. هو ما قالش كده، هو قال الكوره جت في ايده. لا ممكن بقى دي. انت لسه قايل لي دلوقتي ان هو قال لك ان هو ما احتفلش علشان هو كان متوقع ان ان الكوره الحكم هيتلغي يلغي بالفار. الكوره. طيب هو بقى هو حصل له يا أستاذ عمرو، حصل له هجوم جماهيري كبير في الوقت ده. فبعت لي بيقول لي ان ده يعني ده عمل له مشكله. كل ده مش مهم يا أستاذ عمرو، كل ده تمام، كل ده تمام. تمام.